سنن الإله على حوادث من مضى. الشواهد لا تزال تدلنا إن أظلم طرق وضل دليلنا. آياتها ولجت شغاف قلوبنا كالنور يخترق السماء بلا عناء. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بهذه الحلقات. قصة لرجل عرف عنه على مر التاريخ أنه من أشد الناس كفرا بالله عز وجل، بل كان هذا الرجل يقول لمن حوله وللناس: أنا ربكم الأعلى، ويقتل الناس على هذا. بيت من بيوت الظلمة والكفر والإلحاد. رجل كان يقتل الأطفال في المهدي، يقتل الذكور ويستحيي النساء ويستعبد البشر ويقول لهم: أنا ربكم الأعلى. كيف كان هذا البيت من الداخل؟ أما من الداخل فقد قذف الله عز وجل في قلوب بعض أهله بالإيمان. ومن قذف في قلبه الإيمان في بيت الكفر إنها أقرب الناس لفرعون. من؟ إنها زوجه. زوجة فرعون بدأ الإيمان يدخل قلبها، لأنها أعرف الناس بفرعون، تعلم أنه كاذب، تعلم أنه مخادع، لا يمكن أن يكون ربا. هذا الإنسان يقضي حاجته ويمرض وينام ويتعب وينصب. رجل مثل هذا الضعف الذي فيه كيف يكون ربا للناس؟ تعلم كذبه وتعلم دجله، وهي تعلم في فطرتها أن لهذا الكون خالقا ولا بد. فلما رأت موسى عليه السلام وكيف يناقش فرعون، ورأت أخاه هارون كيف تكلم بكلام فصيح مبين، ورأت الآيات على يد فرعون عليه الصلاة والسلام، أيقنت هذه الزوجة في داخلها أن الإله الحق هو إله ورب موسى وهارون. في البداية كان الأمر صعبا، لكن لما الإيمان استحكم في قلبها بدأت تواجه فرعون بهذا. قالت له: يا فرعون، إني قد كفرت بك. قال: ماذا؟ قالت: كفرت بك ولا أبالي. كيف تجرأت زوجته وقالت له هذا الكلام؟ امرأة ضعيفة مسكينة، وتعلم مدى بطش فرعون وماذا فعل في البشر، وكيف يقتل الناس بلا أي ذنب. دم الأطفال عنده حلال، يستبيح دماء الأطفال، فكيف بالكبار؟ كيف بزوجته؟ قالت: كفرت بك يا فرعون، وهي تعلم أن هذه الكلمة فيها تبعات كبيرة. أنت السيدة الأولى في المجتمع، الخدم تحتك، الحشم، القصر، أحلى وأجمل بيت تسكنه زوجة فرعون. سيدة المجتمع لأنها زوجة الحاكم، تحتها الخدم والحشم، الثياب، الطعام، النعيم. تعلم أنها ستخسر كل هذا، لكنها لم تبالي. كفرت بك يا فرعون. ماذا تقولين؟ نعم. كفرت بي؟ نعم كفرت بك. وآمنت بمن؟ قالت: آمنت برب موسى وهارون. أصعب كلمة يسمعها فرعون هذه الكلمة، من موسى، من هارون، من بني إسرائيل يهون الخطب، لكن زوجته تؤمن برب موسى وهارون، كارثة بالنسبة لفرعون. طبعا فرعون لنا أن نتصور كيف غضب على هذه المسكينة وماذا فعل معها، لكنها لم تبالي. ليش لا تبالي؟ لأنها خلاص آمنت بالله، والإنسان الذي يؤمن بالله عز وجل كل شيء تحته يهون. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. قالتها ولم تبالي بأحد. الكلام اللي نقوله سهل،
لكن الواقع صعب. هذا مو إنسان، هذا رجل خبيث، هذا ظالم. إن فرعون علا في الأرض، الله قال علا واستكبر هو وجنوده، استكبار وعلو وبطش وقهر الناس، وإنا فوقهم قاهرون. ثم بعد هذا تواجهه امرأة ضعيفة مسكينة حصلت على الدنيا لكن لم ترد أن تبقيها. كفرت بك وآمنت بموسى وهارون، برب موسى وهارون. بدأ بالضرب لم تبالي، بالتعذيب لم تبالي، بالإيذاء لم تبالي. فقال لجنوده خذوها إلى الصحراء واربطوها في الصحراء. ومعروف أرض مصر وصحراءها وصيفها وحرارة الشمس هذه معروفة. فإذا بها تربط ب4 أوتاد في صحراء مصر في ذلك الزمن. يا الله، بعد ما كانت السيدة الأولى، بعد ما كان الخدم تحتها، بعد ما كانت تعيش في القصر معززة مكرمة، مربوطة ب4 أوتاد كما قال ابن عباس، رجلاها ويداها ب4 أوتاد، وفي الصحراء بلا طعام ولا شراب. فجاءها فرعون ما يريد قتلها لأن مشكلة عند الناس وسمعة. قالت ارجعين، قالت ما أرجع. أراد أن يعذبها ربما تتراجع، لكنه ما علم أن فيها إيمان تتحطم أمامه الجبال الراسيات وتنشق أمامه الصخور الصماء. هذا إيمان لا يقف أمامه شيء. قالت والله لا أبالي، واصبر وما صبرك إلا بالله. الذي يتصبر بالله ويتصبر لله الله يعينه. تخيلوا هذه المرأة في صحراء كيف يمر عليها الوقت والساعات، ساعة وساعتين وثلاث، يوم كامل تركها في الشمس. حل الليل وهي في ظلام الليل، ربما البرد قارس في الليل أيضا. جاء في اليوم الثاني لا طعام ولا شراب ومربوطة. مر عليها فرعون، ماذا قلت يا فلانة، أتتراجعين أم لا؟ قالت والله ما ازددت إلا إيمانا. شوف الإيمان، مو إيمان بعض الناس اليوم يشوف لفتاة يبيع دينه، يغر بأموال، يبيع عقيدته كلها عشان أي ابتلاء ترك الدعوة وأهلها. لا، هذه المرأة صبرت، هذا هو الصبر. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. جزاء الصبر جنة. حفت الجنة بالمكاره، الجنة طريقها كلها مكاره، مو ورود مفروشة وتصفيق من الناس، لا. جاء في اليوم الثاني ماذا تقولين؟ قالت ما ازددت إلا يقينا كفرت بك يا فرعون وآمنت برب موسى وهارون. في اليوم الثالث ماكو فايدة. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. جعل الله هذه المرأة قدوة مو بس للنساء، للرجال في أمتنا. زوجة فرعون قدوة لنا إحنا، لمن يراني الآن. هذه الزوجة قدوة لأمة محمد كلها. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون وهي تعذب في هذه الحال رفعت يديها إلى السماء، طبعا قلبها إلى السماء. قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة. أول من طلب جوار الله، أول من طلب الجوار. قالت يا رب أنا أبي بيت، أنا القصر هديته، والسرير والفراش والحرير والنعيم كله تركته. ليش؟ أريد بيتا. وين البيت؟ في الجنة، لكن وين؟ بجوارك يا رب. قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون. هذا الدعاء الثاني، الطلب الثاني. ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. طلبت طلبين من ربها، أبي بيت عندك بجوارك يا رب، 2 تنجيني من فرعون والظالمين اللي معه. جاء اليوم الثالث أهلكها الجوع والعطش والحر والتعب،
تتراجعين أبدا، ما ازدادت إلا ثباتا ويقينا. هذا هو الثبات. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال فرعون احملوا صخرة من أعلى مكان، شاف ما في فايدة، ارموا الصخرة عليها. والفراعنة كانوا يرفعون الصخور على الهرمات وغيرها، عندهم هذه القدرة، يرفعون صخرة إلى أعلى مكان وارموا الصخرة عليها ينثمغ الرأس وينكسر. لما حملت الصخرة إلى أعلى مكان قالت زوجة فرعون رب نجني من فرعون وعمله، نجني من هذا العمل ونجني من القوم الظالمين. رميت الصخرة، لكن كيف نجاها الله عز وجل وهي مربوطة؟ قبل أن تصل الصخرة إليها أراها الله عز وجل بيتها في الجنة وقبض روحها. قبضت روحها بكل هدوء قبل أن تصل الصخرة إليها، فنجاها الرب عز وجل من فرعون وعمله ونجاها من القوم الظالمين. لما عدد النبي صلى الله عليه وسلم سيدات نساء العالمين 4 قال مريم ابنة عمران وزوجة فرعون الثانية، ثم قال وفاطمة وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الزوجة مثل وقدوة لأهل الإيمان في الإيمان وفي الصبر عليه والثبات عليه. عندنا قصة أيضا داخل بيت فرعون صار شيء آخر وظهرت مفاجأة أخرى. شنو المفاجأة؟ راح تشوفونها وتسمعونها، لكن خلكم ويانا بعد الفاصل. قرآننا يروي الفضاء إن قصة من وحيها عبرت حصص روائعها يشع سناها. مفاجأة أخرى حصلت في بيت وقصر فرعون. زوجته التي قتلت وصبرت على إيمانها لآخر لحظة، أيضا هناك امرأة أخرى آمنت بالله عز وجل. من يصدق إنسان يقول أنا ربكم الأعلى؟ من يصدق إنسان يقول ما في إله؟ من يصدق إنسان يعبد بقرا أو شجرا؟ من يصدق فرعون؟ من التي آمنت الآن؟ امرأة خادمة تعمل داخل القصر. شنو وظيفتها؟ ماشطة لبنت فرعون. هذه وظيفتها وبس، ما عندها وظيفة غيرها، تمشط بنت فرعون. هذه المرأة كانت تعمل في قصر فرعون وتقبض بعض الأموال لأنها تعيش عيالها الصغار اللي ما عندهم أحد بعد الله سبحانه وتعالى إلا هذه الماشطة، ما عندهم أحد. فرعون جابها كخادمة يظن أنها آمنت به حال الناس، لكن هذه الماشطة كانت مؤمنة بالله وكافرة بفرعون، وعندها أطفال صغار تطعمهم إذا جاءت إليهم كل ليل. كتمت إيمانها وإيمانها كان سرا. يوم من الأيام كانت تمشط بنت فرعون، المشط طاح من إيدها، نزلت تاخذ المشط عن غير قصد، قالت بسم الله. من سمعها؟ بنت فرعون، وكانت خبيثة مثل أبيها. فنظرت البنت إلى الماشطة قالت لها ماذا قلتي؟ كلمة غريبة. قالت بسم الله. ردت عليها بسم الله. قالت الله تقصدين أبي؟ قالت لا، الله ربي وربك ورب أبيك، الله رب العالمين. حدثتها قالت سأخبر أبي. قالت أخبري. خلاص، لمتى نسكت؟ لمتى نحن نكتم إيماننا؟ لا بد لنا من يوم نعلن فيه هذا الدين وليسمع الناس ولا أبالي. فأخبرت أباها فغضب، وحدة تعمل عندي وما تؤمن فيني، جئوا بها إلي. قال يا ماشطة. طبعا ماشطة تشوف على يمينها ويسارها، تخيلوا السيوف، الجلادون، الدماء تسيل، قتل الأطفال، كل يوم يقتل أطفال عنده. دخلت الماشطة وفي قلبها الإيمان بالله فلا تهاب أحدا. قال يا ماشطة، فرعون يسألها ألك ربا غيري؟ قالت الماشطة نعم. قال ماذا؟ قالت نعم، ربي وربك الله رب العالمين.
ما قتلها فرعون، تدرون ليش؟ لو قتلها سهل عليها، أراد أن يعذبها، وأكثر شيء تعذب فيه المرأة أطفالها. قال ائتوني بأطفالها، يدري أن وراها عيال. تخيل المنظر الآن، المرأة محبوسة عند فرعون والجنود رايحين بيتها والعيال الأطفال الصغار أول ما يطرق الباب على بالهم منه؟ يظنون أمهم. تخيلوا منظر الحين، أطفال صغار يطرق الباب بقوة، أو ربما كسر الباب، أو ربما فتح الباب، دخل الجنود والأطفال يصرخون يبكون أين أمنا؟ والأم مسكينة محبوسة في قصر فرعون. جر الأطفال، وتخيلوا كيف يجرهم جنود فرعون. ربما ضربوا، عذبوا، سحبوا. تخيلوا الآن الذل الذي أصاب الأطفال والبكاء الذي ارتفع منهم. تخيلوا الآن المنظر، ماشطة بنت فرعون قاعدة في القصر مربوطة محبوسة، ويدخل الجنود بأطفالها. يا الله، أصعب منظر الآن. الأطفال ينادون من؟ أمهم، والأم تنظر إلى أطفالها. لو قتل فرعون الأم لكان الأمر سهلا، اقتلني، قطعني، احرقني بالنار، لكن أطفالي صعب، والله صعب. فإذا بالجنود يدخلون الأطفال، والأطفال يستغيثون بأمهم، والأم لا تستطيع الوصول إليهم، والأطفال يبكون وينادون ولا يستطيعون الوصول لأمهم. تخيلوا المشهد، وشوف الخبث من فرعون. ما قتلهم قتلة عادية، أمر قدر كبير، وهذا طريقة الأولين. فوضع فيه زيتا، فوضع تحته النار وأشعل النار، وبدأ الزيت يغلي. أرجوكم تخيلوا المنظر، تخيلوا مشهد، أم تطالع عيالها مو قادرة توصل إليهم، ولا الأطفال يصلون إليها، والقدر الآن يغلي بالزيت. قال لها فرعون: ألك ربا غيري؟ قالت: نعم، كفرت بك وآمنت بالله. شنو هالإيمان هذا؟ إيش اليقين هذا اللي في قلبها؟ أي صبر هذا تحملته هذه المرأة. وبدأ فرعون الآن بالطفل الأول. تخيلوا الطفل كيف يستغيث بأمه، وبقية الأطفال ينظرون، والأم ماذا تصنع؟ ربما لم يشرع حتى في دينهم الإكراه، وقول كلمة الكفر بالإكراه. الأم تنظر إلى طفلها، ويسحب الطفل وهو حي، وينزل بالقدر. يا الله، تخيلت الزيت لما يسقط عليك قطرة منه. تخيل زيت يغلي والطفل ينزل أمام والدته وإخوانه. الطفل الأول بعد قليل توقف صوته بعد أن أحرق بالزيت. الآن الطفل الثاني أصعب من الأول. الطفل الثاني شاف أمامه، والأم قلبها يتقطع، كل لحظة يتقطع القلب. والله لو قتلت ولو قطع رأسها من البداية لهان الأمر سهل، لكن عيالها مو القتلة بعد. لا حول ولا قوة إلا بالله. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هذه جريمتهم بس. الطفل الثاني، الطفل الثالث، كل أطفالها قتلوا وطفحت جثثهم على الزيت. بقي من الآن؟ بقيت الأم لتحرق مع أطفالها. شنو جريمتهم؟ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هذه جريمتهم الكبرى. الآن دور الأم. خلاص بعد الأم ايش تبي في الحياة بعد عيالها؟ وهي تجر إلى القدر. طلبت طلب من فرعون. طبعا الناس ينظرون الحين، منظر غريب، منظر عجيب، قمة الظلم والقهر. نادت الماشطة فرعون، قالت: أطلب منك طلب. قال: تفضلي. وما تريدين؟ ظن فرعون أنها ستتراجع. الآن خافت، ظن فرعون هذا. قالت: يا فرعون، إذا أحرقتني أطلبك أن تجمع عظامي وعظام أطفالي فتجمعنا في كفن واحد. أحرمنا في الدنيا من اللقاء ومن الاجتماع، فرق بيننا في الدنيا فلا تفرق بيننا في الآخرة. اجمعني وأولادي في كفن واحد،
وادفنا جميعا. فرعون تعجب. فرعون قال لها ذلك لك من الحق علينا، تستهلين هذا الطلب تستحقينه. ثم رماها في الزيت مع أطفالها. انتهت القصة؟ لا، القصة ما انتهت. الآن قتلت الأم، قتل الأطفال. بعد آلاف السنين نبينا صلى الله عليه وسلم في المعراج مع جبريل، قصة المعراج، وهو في السماوات شم رائحة طيبة، شم ريحة جميلة في السماء، وهو نار إلى السماء السابعة، فقال لجبريل يا جبريل ما هذه الرائحة الطيبة؟ تدري شنو الرائحة؟ قال هذه رائحة ماشطة بنت فرعون وأطفالها ما ماتوا. الصورة أنهم قتلوا. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله. ليسوا بميتين، احنا أمامنا ماتوا، لكنهم لم يشعروا بالألم إلا شيئا يسيرا، لأن النفس طيبة مطمئنة خرجت كما تسير القطرة من في السقاء. تستقبلهم ملائكة الرحمن تجعلهم في حنوط من الجنة وكفن من الجنة، ثم رفعتهم إلى السماء وظلوا متنعمين في السماء إلى أن تقوم الساعة. ليش؟ هذا ثباتهم وهذا صبرهم لم يضع عند الله عز وجل. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذه امرأة زوجة فرعون، وهذه امرأة ماشطة بنت فرعون، نساء الله عز وجل جعلهن لنا أمثلة نقتدي بهن. إذا المرأة تصبر هذا الصبر كيف بالرجال؟ ألم يقل أبو سفيان لما أجاب هرقل أن أصحاب محمد لم يرتدوا عن دينهم، ماذا قال هرقل وكان عالما مع أنه نصراني كان يفهم؟ قال تلك بشاشة الإيمان. إذا خالطت القلوب يا جماعة الإيمان والله إذا دخل القلب لو ينشر الإنسان بالمنشار. حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فتحفر له الحفرة ويؤتى بالمنشار على مفرق رأسه فيفرق فرقتين. تخيل، وحي والمنشار مثل منشار اليوم، لا، تخيل منشار السابقين شلون يقطعون فيه نصين الرجل، ويؤتى بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه، لا يرده ذلك عن دينه شيئا. لكنكم قوم تستعجلون. كلما اشتد البلاء على الإنسان كلما رفع الله قدره يوم القيامة. صح ابتلوا، لكن النهاية تستقبلهم الملائكة عند الجنان سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والله أهل العافية اللي ما أصابهم البلاء بالدنيا لو يجون يوم القيامة ويشوفون أجر أهل البلاء يتمنوا لو أن قرضوا بالمقاريض، يتمنون في الدنيا أنهم تقطعوا عشان الأجر اللي قاعد يشوفونه يوم القيامة لمن ابتلاهم الله عز وجل في دينهم. صبر وأي صبر، ثبات وأي ثبات، قدوات لأهل الإيمان في هذا الزمن أن اثبتوا على دينكم. فالملتقى عند رب العالمين. نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.